وسأحكيها لحفار القبر لأنها قصة تستحق أن تروى. حكومة تتحالف على مواطن بسيط بالكاد يرمم جسمه بعد 3 سنوات ظلما وعدوانا، خاصة وأنه لا حول لنا ولا قوة في هذه البلاد السعيدة. في حراك الريف السي حميد، واش كتشوف راسك الحدود الساعة كنتي مظلوم طبعا ولا فعلا كنتي تجاوزتي الدور ديالك كصحفي؟ ومظلوم بشهادة المحامون وبشهادة المغاربة كامل. لو كنت ظالما لما جلست هنا، كان نهايتي ستكون بعد الحكم. لماذا استمريت؟ لأنني مظلوم. الظلم واضح، ماشي وضوح الشمس. حتى أقول لك عندما كنا نناقش شكون اللي ظلمك؟ اللي ظلمني القضاء. طبعا القضاء ظلمني ظلم كبير. القضاء المغربي في تلك الواقعة ظلمني القضاء المغربي ظلما كبيرا ببساطة شديدة. وهذا الشيء اللي كيخليك تشك في النزاهة ديالك؟ لا أشك، بالعكس أنا دائما المؤسسة القضائية. لا أشك، بالعكس قضاة المغاربة عديد منهم أكفاء، عديد، ولكن ملفي وقع فيه ظلم عن سؤنية أبدا، ربما لم يكن كما الله عز وجل. القضاء المغربي باعتراف الدولة المغربية ما كانش موفق في سنوات الجمر والرصاص، ولهذا كان التعويض باعتراف الدولة. لماذا كانت جلسة استماع في هيئة إنصاف المصالحة؟ القاضي راه بشر، قد يصيب وقد يخطئ، لا يمكن أن أشك في قاضي. ولكن إذا أردتني أن أقدم لك دليل أنني ظلمت، عندي دليل قاطع لا يحتاج إلى شك. هو أن الشخص اتصل بي وقال لي سنأتي بأسلحة من بينها الدبابة، وقدمنا عربونا إلى روسيا. قدمنا عربونا إلى روسيا، والدبابة ستأتي رفقة أسلحة في كوفر إلى المغرب، ماشي مشكل. ويطلب مني أن أبلغ. ما بلغتيش على الجريمة؟ لأنني قبلها كنت مدان بالتبليغ عن جريمة خيالية في مكلاس. نشرت خبر فقالوا لي هذا خبر زائد التبليغ، ومن عضه كما تنقولوا الثعبان يخاف من الحبل في المغرب. ولكن قبل ما تدخل الحبس كنتي كتعطاكي شوية المؤسسة الملكية؟ لا بالعكس، أنا كنت ملكي. أنا جد كنتي كتنتقد فما كانت توجيهات ديال المؤسسة الملكية؟ ولكن كان حسنية. كنت دائما قبل الحبس كنقول كنت ملكيا ولا زلت أبدا. حدود الساعة ملكي؟ ماشي ملكي، ملكي أكثر من الملك. ملكي أكثر من الملك؟ أنا ملكي أكثر من العالم كاع مرة. أنا ملكي لواحد الدرجة لا تتصور. إلا كنتي ملكي أكثر من الملك السي حميد، لا ربما ما تفهمش هذا الغلط، هذه عن باب مجازا. لا فهمت التعبير مجازي، التعبير مجازي بحال الجمل والسفينة الصحراء. هذا هو المثال المجازي اللي كان يصطادون في الماء العكير. طيب افتراض كنتي ملكي السي حميد، ما غاديش تصطاد في الشخصيات اللي كتدافع على إيران، وانت كتعرف أن المملكة المغربية كتعتبر إيران أو أنها تشكل تهديد للأمن الوطني. فين كاين القاعدة القانونية؟ القاعدة المهنية فين كاين في الصحافة؟ أنت قريتي الصحافة؟ أنا ما قريتش الصحافة. ولا شكون واخا القانون شكون اللي تقول لا يحق للصحفي أن يستضيف الشخص إذا كانت الدولة في خصوصه؟ ولكن احنا في المغرب لا واش دونك يعني من حقك شو الجواب ديالي باش ما تختصرش، انا نجاوب، ما نتجادلوش. لا انا نعاود نسولك سؤال يعني من حقك تصادف شي واحد من الجبهه الانفصاليه؟ انا قلت لك شوف شكون اللي كينظم السلوكات الصحفيين ولا المئة اسمعني في الحياه. لا ولكن واش انت قادر تصادف شي واحد في البوليزاريو تسولو في القانون؟ لا انت كاين في المغرب. خليني نسولك خليني نجاوبك بهدوء ومن فوقها خوتي المغاربه. لا بهدوء. شوف الصحفي انا اشرح لي نقدر نتعلم منك. حتى شي حاجه كتمنع الصحفي يستضيف شي واحد حتى البوليزاريو. دابا غير بلاتي دابا شوف خليها يسير معايا واحد انا ما نقدرش نجلس مع البوليزاريو، انا ما نقدرش نصادفه، انا ما نقدرش ما تقاطعنيش رجاء. اولا باش ما يوقعش الخلط، لا علاقه بين هاد الاخوه اللي ذكرتي والاخوه اللي كنستضيف، عم باش ما يوقعش الاساءه، حيت حتى المقارنه فيها شويه اساءه. واخا بحسني لا تقارن ما لا يقال. واحد وطني كيدافع على الصحراء وملكي وغزال تقارن مع واحد كيخون البلاد ودير المقارنه. لا سي احمد ويحمان ملكي، سي احمد ويحمان وطني، سي احمد حنا الصحراء مغربي. اذا جمعنا الله الوطن الملك انا وياه، غنقارنوا مع واحد يبغي الملك هذا يبغي البلاد يقسم بلادي. غير الا قارنتهم فيها واحد هذه وحده. جوج من الناحيه انا ما نستضيفهمش صافي، انا ارفض ان اجلس مع لا الصهيوني ولا البوليزاريو. انا عندي البوليزاريو خاد المقارنه عاوتاني هما مسلمين بوليزاريو ما عنديش هذه المقارنه حاشا هذوك خوتنا غضبانين لا حيت اداونا في الوحده الترابيه معصبين منهم. ولكن مع ذلك حنا المغاربه نضبطوا مشاعرنا ما نديروش هذه المقارنه. لا علاقه بين اسرائيلي
هادوك ظالميننا، لان حتى حنا كنقولوا ان الوطن غفور رحيم، وكاين اخوان رجعوا العظمين رجعوا عدد منهم يقدر غدا البوليزاريو يقدروا يحطوا السلاح ويدخلوا للمغرب. شنو هو الحكم الذاتي وشنو هو؟ فهمتي؟ اذا ما نقارنوش انا بواحد السيد اللي كيقتل الاباده بواحد الطريقه ولا فهمتي. من الناحيه انا رفضت، عرفتي علاش انا رافض، ولكن اجي نناقشوا العلم من ناحيه المهنه، وانا دابا كنرفض غلط مخطئ، حيت الصحفي تيبحث على المعلومه. علاه دابا احمد ملي جلس مع بن لادن صحفي الجزيره ما جلسش مع بن لادن مع الظواهري في الغار، وبن لادن في نظر العالم ارهابي وقتال يقتل البشر، ولكن داك الصحفي اللي قتل مع بن لادن ولا جلس مع الظواهري هو غير معني بسلوكاته، هذاك طرف في الصراع. الصحفي كيجي وكينقل، وبالعكس كيخلي عن طريق داك الصحفي عرفنا الظواهري كيف يفكر وفين مخزون، وعن طريق داك الصحفي عرفنا ايمن الظواهري كيف يفكر. اذا راه ليس عيب يجلس الصحفي مع شي واحد من حيث المبدا، ولكن حنا في واحد البنيه مع كامل الاسف ما كنشتغلوش بحريه، وعندنا المتربصين. ما هو في الاصل لا، والصحفي عاوتاني خصو يعاون. تصور انا نمشي دابا نجلس مع تصور نجلس مع بوليزاريو، اسمح لي تصور نجلس مع ابراهيم غالي وافحمه بقى امام العالم، ربح المغاربه ولا لا؟ تصور نجلس معه وافحمه في القضيه الوطنيه، ونقدر انا نمأزقو باسئلتي كصحفي، ونقدر نجبد منه اسرار نفع بلادي والدوله ديالي، نقدر نطيحو في تناقض، وهذاك التناقض به الدوله دي يخدم في الامم المتحده. عطيتك مثال شو الصحفي شحال، ولكن حنا في واحد البنيه ديال التربص. عاد الصحفي ليش يشتغل في خاطره في البلاصه اللي جلس معها، لان كاين الغوغاء وكاين الشعبويه وكاين وما كاينش جو ديال الحريه ومناخ. لا، ولكن بعض الخطرات ما كتكونش موضوعيه سي حميد. بحال مثلا في الحكومه لا بلاتي وبعض المرات كيكون موضوعي. لا في الحكومه لا بعض المرات كيكون موضوعي. نعطيك مثال في الحكومه مثلا كتصادف غير المعارضه، ما كتصادفش الاغلبيه. فين هما؟ جيبهم كيبغيوش. لا كيبغيو. شكون هما الحكومه معايا تواصل معاهم. كنت انا وياك عيطنا لهم وقال لك لا كيبغيو ملي كنتواصل معاهم معاك انت واش ضدك زعما تنزل الاغلبيه كاملين ضدك. كنتقدوهم حنا كنتقدوهم، حيت ملي كتصادف مثلا واحد في المعارضه انت كصحفي خصك تكون موضوعي، خصك تسول انت دابا اسئله الطرف الغائب على الحلقه. وهبيه كداعيني كاين شي واحد كذا. قبيله سجلت حلقه واتصلت بالسيد وزير العدل وجاوبتني واحد السيده صدفه، قالت لي شكون انت؟ قلت لها معك حميد المهدوي. قالت لي شنو بغيتي؟ قلت لها ودير عندي حوار، عندي واحد المعطيات بخصوص السيبل الفقيسي. قالت لي وي عيط لك؟ انا جلست معاه كاع معايا. قالت لي صافي. قلت انا نعيطوا لك، راه هو شويه عيط لك الوزير. سي حميد الجمهور متتبعي ديال البودكاست توركس 21 الذي يذاع على منصه عربي 21. ولكم كل التقدير والاحترام، واتمنى لكم التوفيق، وارجو ان يكون مروري مرورا خفيفا. وكنحييك زعما صحفي مهني، وكنعتذر لك شويه عن باب بالعكس. لا خذ راحتك والله. لا انا راه قبيله اسامه انا راه شخص اخر. لا تبارك الله عليك، تبارك الله مهني، وهنيئا لهذا المنصب بصحفي بحالك. شوف شكرا جزيلا. كل ما تحمل باش ما يكونش اتحاد صفه، انا ماشي صحفي، انا بودكاستر. انا ماشي صحفي. لا ولكن تبارك الله عندك ميزات صحفيه مزيان، كتعلم كتغطي غياب الاخر وكتتبع. انا شفت الحوار ديالك مع الاستاذ عبد الاله بن كيران، وكاين واحد سعه صدر، فكنتمنى لكم التوفيق من قلبي. هذا الشيء اللي كنتمناو، ونتمناو هذه الحلقه ديالكم تكون يعني بديره خير، ونطويو هذا الشيء. انا شفت الصدام صدقني ديال الحكومه ما كان له ان يكون، لان البلاد كتحتاج شي متنفس. يمكنش كنا نكونوا بحال الصحفي. راه المغرب خصو. وثانيا انا ما عرفتش المغرب راه المغرب ماشي هو الجزائر ولا شي دوله اخرى. المغرب عنده امكانات، عنده امتيازات، دار هيئه الانصاف والمصالحه. المغرب اختار الجهويه وداك من فوكاش. المغرب اختار هاد لا مركزيه في 76 ولا ماشي ما عرفتش قبل كاع. المحكمه المجلس الاعلى. تصور حنا فوكاش عندنا الغرفه الاولى في عفوا في المجلس الاعلى. عرفتي فوكاش هاد المحكمه الدستوريه، المجلس الدستوري فوكاش كان عندنا يعني لسنوات. خدنا هيئه الانصاف والمصالحه، درنا تقرير ديال الخمسينيه، كان عندنا الفخر ان المراه بوأناها مناصب ماشي سهله. رئيسه المجلس على المجلس على الحسابات مراه، صندوق المقاصه كانت سليمه سميتها مراه، ولاة المراه في حضره جلالة الملك كتدير الدروس. في الامازيغيه بكل هدوء، والامازيغ كانت تعيشوا مع المغرب هنا بكل حب وبالسميات ديالهم. ودرنا الامازيغ يوم وطني بكل الفتيل ديال الاسلاميين، كيفاش بخلاف مثلا ليبيا ولا مصر ما كاين لا دماء في المغرب، لا حرب اهليه، لا عصابات منظمه. ما لا يستحق المغرب هذه المتابعه باش وزير ماشي نقول لك هذا الشيء. نحن اكبر لهذا ما كرهناش شي مصالحه، ماشي معايا مصالحه. مصالحه بين الصحافه وهذه الحكومه. ماشي تنظر للحكومه بالضبط الصحفي هو ذاك اللي خصك تمولو وتدور معاه.
الصحفي يكون مستقل عليك وتخلي الصحفي يوصل للاشهار بشكل ديمقراطي. دابا اليوم تصور الحكومه اليوم هي اللي كتعين بعض عباد الله والصحافه، الحكومه هي اللي كتمول الصحافه المجلس. اش من صحافه اللي الحكومه كتمول المجلس وما عنده لا قدره لا اش من صحافه؟ الصحفي خصو يكون مستقل على الفاعل ديالو باش يمارس ويراقب. دابا انت كندور معاك ولا كنخلصك تابع اش تمارس رقابتك عليا؟ انت خدام عندي ولا كندور معاك؟ لا، خاص يكون استقلال المالي اللي ما كانش استقلال مالي ما يكونش استقلال فكري. شكرا. مرحبا بك، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك.